في الوقت اللي كل التركيز فيه منحصر على خطورة تضييع وقت على السوشيال ميديا، كان في وحش تاني مستخبلنا في الذرة. هو الفير اوف ميسنج اوت، متلازمة الخوف من تفويت الأشياء. وتعالى بقى يا حلو لما أحكيلك شوية معلومات عنه. عالم السوشيال ميديا بالرغم إنه عالم افتراضي، لكن معظمنا بيتعامل معاه على إنه واقع فعلي، وبالتالي لازم نثبت حضورنا فيه بشكل منتظم، وإلا هنتنسي ونروح في الرجلين. وده يخلينا معرضين أكتر لكم معلومات مهولة عن حياة بعض. وعشان الصورة جزء صغير جدا من الواقع، فمش بيظهر لنا بس غير اللقطات اللي بتوثق السعادة. وللأسف لما بنقارن حياتنا بحياة الناس دي، بنحس إن فايتنا حاجات كتير، وشوية بشوية ممكن نحس بعدم رضا عن حياتنا. وطبعا أنا مش هسيبك كده من غير أرقام، دي مش عوايدي. في دراسة أمريكية أثبتت إن 52% من المشاركين فيها بيضيعوا وقت كبير جدا على السوشيال ميديا، واعترفوا إن أغلب الوقت ده بيضيع في مقارنة حياتهم بحياة غيرهم، وده مؤشر خطير جدا. لكن خليني أقولك إن دي مشاعر جايز نحس بيها على مدار حياتنا، وده لأن الإنسان مش بيهمه إنه يكون سعيد قد ما بيهمه يكون أسعد من غيره. لكن الخطير بقى في مواقع التواصل إنها بتغذي الإحساس ده جوانا، وده لما بتعرض لنا آلاف الصور على مدار اليوم. واللي مننا قادر يتعامل مع المعلومات دي بحذر وتفاهم أقل بكتير جدا من اللي بيروح ضحيتها. متلازمة الخوف من تفويت الأشياء أو المعروفة باسم الفومو هي مشاعر من الاضطراب والقلق، وده بيحصل لنا لما بنفوت فرصة أو حدث مهم، فبنعتقد إن غيرنا بيعيش لحظات سعيدة وإننا ضيعنا علينا فرصة لا يمكن تتعوض، فنلوم نفسنا حتى لو كان عندنا أسباب وفرص أهم من اللي ضاعت. وده بيدفعنا ببعض الأحيان إننا منفوتش أي فرصة مهما كانت مش مناسبة، وإلا الخوف والقلق ده هيسيطر علينا ويعيشنا في كابوس مش هنعرف نصحى منه. لكن محاولاتنا أوقات في تجنب الشعور ده ممكن يأثر على شكل حياتنا ويستنزف طاقتنا بشكل كامل، وده لأننا بنجري طول الوقت من هنا لهنا، بنحاول نلحق كل حاجة ونشارك في كل تجمع في اعتقاد مننا إننا بنلاحق السعادة في كل مكان. لكن للأسف ده مش حقيقي. وطبعا أنا مش هسيبك كده، أنا عمري قلتلك مشكلة غير لما أجيبلك معاها الحل. والحل بقى يا سيدي هو إننا نتصالح مع فكرة إننا مهما بذلنا من طاقة برضه في فرص هتضيع علينا، وإن مشاركتنا في كل تجمع ووجودنا في كل الصور مش ده اللي هيحسسنا بالسعادة زي ما بنتخيل، ده لأن مش كل الصور اللي بنشوفها حقيقية وصادقة. وتاني حاجة هو إننا نرتب أولوياتنا ونعرف إيه الفرص اللي لازم نحط فيها طاقتنا، وإيه الفرص اللي لو ضاعت ممكن جدا تتعوض. تالت حاجة إننا نقلل المدة اللي بنتعرض فيها للسوشيال ميديا، لأننا بالشكل ده بنتجنب المصدر الرئيسي لشعورنا بالقلق. وأخيرا نستمتع بكل شيء بنعمله حتى لو ما كانش تحت عدسات الكاميرا، ونعرف إن السعادة اللي بنطاردها في كل مكان جايز جدا تبقى بين إيدينا وإحنا اللي مش واخدين بالنا. وإنت لو فوتت حاجة وقاعد بتلوم نفسك دلوقتي، فاعرف إن الهدف من الحلقة دي هو إنك ممكن تفوت حاجات، بس في المقابل تكون بتستمتع وبتستفاد بحاجات تانية. أشوفكم بخير.